أهلا وسهلا فيكم ببرنامج مطبخ آيات. رح نحضر اليوم وصفة رئيسية إيطالية من المطبخ الإيطالي. رح نحضر اللازانيا. مكونات وصفة اللازانيا: شقف لازانيا اللي موجودة بكل سوبر ماركت، كريمة سائلة للطبخ، حليب، ملح وفلفل أسمر مطحون ناعم، زيت زيتون، بصل وجبنة بارميزان وجبنة موتزاريلا ولحمة خروف مطحونة. خلونا نبلش تحضير وصفتنا على اليوم. خلونا نبلش في تحضير اللحمة مع البصل علشان تكون حشوة اللازانيا. بنحط كمية منيحة من الزيت بالقلاي، بنحط البصل، بنبلش نضيف اللحمة على مراحل. بنحط الملح بيساعد اللحمة على انها تستوي اسرع. بنزل منها كل المي، والمي كمان بتساعدنا انها تستوي. بنحط البهار، الفلفل الاسمر المطحون، بعد ما حسنا اللحمة بدنا نحضر طبقنا الرئيسي لليوم، وصفة اللازانيا الأكلة الإيطالية. طبعا اللازانيا كيف شرحت لكم موجودة بكل سوبر ماركت، بتكون بقلب باكيت، بتقدروا تشتروها وتستعملوها. خلونا نبلش. أولا بنجيب الحليب بنحطه بصحن عميق، بنغط اللازانيا فيه في الحليب، شقفة اللازانيا بالحليب بنحطها بالصينية، بنقسمها لشقفتين آخر شقفة لأنه الصينية مش رح يكفيها إنه توصل للآخر. بندير عليهن حليب عشوائي، اللحمة كيف أنا شايفة صارت جاهزة. اللحمة عنا هون صارت جاهزة. خلينا نحطها بصحن علشان نبلش بحشوة اللازانيا. برنامج مطبخ آيات برعاية شبكة كينغستون المشهداوي، شركة عصير أبو شقرة، قهوة الباشا، مخللات عدن، وملحمة الأفندي كارم عواودي. بعد ما حضرنا اللحمة على الغاز وحسناها مع البصل، إسا بدنا نحشي اللازانيا. بنحط اللحمة فوق شقف اللازانيا، بشكل عشوائي. طبعا اليوم مطبخنا كله إيطالي. رح نحضر كمان السلطة إيطالية والتحلاية إيطالية. مش بالضرورة يكون كتير لحمة لأنه اللازانيا بتيجي كتير تقيلة، لأنه فيها كريمة طبخ وشقف اللازانيا واللحمة. إسا بعد ما خلصنا الطبقة الثانية بنيجي للطبقة اللي قبل الأخيرة اللي هي اللازانيا بنغطها بالحليب كيف حكينا بالأول. بنوزع الجبنة على كل الطبقات
على كل شقة في اللازانيا عفوا. بنزيد جبنة البارميزان، جبنة البارميزان دسمة كتير كتير، بنحطش كتير منها بالوصفات، شوي صغيرة بتكفي. الهدف من جبنة البارميزان انها تمسك الجبنة اللي بتكون قبلها، اللي هي الموتزاريلا اللي حطيناها. هيك بتكون صينيتنا جاهزة، بس بدنا نفوتها على الفرن لحد ما تتأمر ولحد ما تستوي. بدها تقريبا من 10 ل 15 دقيقة. هسا اجا دور السلطة. كيف قلت لكم سلطتنا ايطالية. عنا سلطة المعكرونة، بدنا نحضرها سريعة سهلة وطيبة. خلونا نبلش نعرفكم على المقادير. معكرونة بالشكل اللي بتحبوه، خس، خيار مكبوس، ذرة وزيتون، بندورة، طبعا ملح، زيت زيتون، وبدنا نعصر عليها حامض. خلونا نبلش بالتحضير. بدي اسلق المعكرونة واصفيها من المي السخنة واغسلها بالمي الباردة. بعد ما نحط المعكرونة بالمي السخنة بنتركها على نار هادية لمدة 8 دقايق. برنامج مطبخ آيات برعاية شبكة كينغستون المشهداوي، شركة عصير أبو شقرة، قهوة الباشا، مخللات عدن، وملحمة الأفندي كارم عواودي. بدنا نحضر سلطة المعكرونة بعد ما سلقناها وصفيناها. بنحط البندورة. طبعا احنا هوني خلطنا البندورة والفلفل الجنبة مع بعض، الجنبة الأحمر. بنزيد الخيار المكبوس، بعدين بنحط الذرة. طبعا كيف انا دايما بقولكم الذرة بنختار اجود الانواع. بنزيد الزيتون الاخضر، بنحط كمية مش كبيرة هيك بزيادة. ممكن نستبدل الزيتون الاخضر بزيتون اسود. بعدين بنحط الخس، هسه بنحط رشة ملح بس مش كبيرة، لأن ما تنسوش في عنا خيار مكبوس وفي عنا زيتون. بنحط زيت الزيتون كمان مش كمية كبيرة بس للمعة. زيت الزيتون بيعطي لمعة كتير منيحة للسلطة. هسه بنعصر الحامض. وهسه بنروح للمرحلة الأخيرة اللي هي الأورجانو. بنحط عليها كمية منيحة من الأورجانو لأنها بتعطيها طعم كتير طيب. وهسه بنبلش بخلط السلطة، بنحركها منيح منيح. شوفوا ما أحلى الألوان وانسجامها مع بعض. وبهيك سلطتنا بتكون جاهزة.
إذا حابين تجربوا وصفتنا وكل وصفاتنا فوتوا على موقع مطبخنا على الإنترنت www.مطبخنا.com. صحتين. أعزائي المشاهدين، وصلنا للتحلاية الإيطالية في حلقة الأكل الإيطالي اللي حضرناها اليوم. إسا بدنا نحضر وصفة التيراميسو. كعكة التيراميسو معروفة إنه هي وصفة إيطالية. علشان نحضر كعكة التيراميسو بنحتاج لبسكوت الفان القط، نحتاج لجبنة الكريمة اللي هي الجبنة اللي 9%، نحتاج لبودنج فانيل، نحتاج لكريمة الخفق الحلوة، سكر، جيلاتين، نسكافيه وحليب. خلونا نبلش بتحضير وصفتنا. في البداية بنبلش بتحضير وصفتنا. بدنا نحضر الكريمة، بدنا كريمة الخفق السائل الحلوة. بنبلش نخفق الكريمة. بنضيف جبنة الكريمة 9%. بنخفق جبنة الكريمة مع الكريمة تبعت الخفق السائل الحلوة. بنزيد الحليب. بعد الحليب قبل الخفق بنزيد البودنج فانيل. بنوزعه على الجار. اذا بنحطه بمحل واحد واحنا نخفق ممكن يعمل كتل، واحنا بدناش هذا الاشي يصير علشان كعكتنا تنجح. لما بدنا نخفق اولا بنخفق قبل ما نشغل الخفاقة علشان البودرة البودنج تتنفرش وتوسخ لنا المطبخ. بنبلش نخفق على رقم 1 على الدرجة الأولى اللي هي شوي بطيئة، بعدين بنبلش نزيد السرعات. بدنا نفحص الخفق وين وصلنا بالمرحلة. لما بنشوفها صارت هيك يعني جامدة. إذا بتكون سائلة نقدر نضيف بودنج فانيل أو بنضيف شوية كريمة بنخفقهن على جنب مع البودنج فانيل وبنضيفهم على الخلطة الأولى وبنخفق كمان مرة لحد ما نجمدها. في عنا كمان مرحلة اللي هي الجيلاتين. بنضيف الجيلاتين، هو رح يجمد لنا الكعكة وبتبطل تدوب. يعني إذا فوتناها على البراد هي المفروض تفوت على البراد لمدة من 3 ل 4 ساعات. لما بنحطها بالبراد وبنطلعها لبرا ما بتدوبش، بتضلها ماسكة حالها لأنه فيها الجيلاتين. الجيلاتين من مصدر أو نباتي أو من مصدر الأسماك. الجيلاتين علشان ندوبه احنا بحاجة مي سخنة مغلية. بندير كيسين جيلاتين هون، بعدين بندير المي السخنة المغلية ما يقارب فنجان قهوة كبير. بنحرك منيح بالشوكة لحد ما يدوب الجيلاتين. هيك بيكون الجيلاتين داب. بدنا نضيفه على الخلطة اللي هي الكريمة والجبنة. بنديره بالمصفاي لأنه بشكل عام الجيلاتين بيعمل كتل. بنحرك منيح، بنصفيه، بناخد كل الكمية. نرجع نخفق كمان مرة.
افحص الكريمة اذا ناجحة معي كل الخليط. الكريمة نجحت، الكريمة جامدة والخليط اسا نقدر نشتغل فيه ونستعمله. بس قبل ما نستعمله رح نضيف السكر، رح نضيف كمية مش كبيرة، وبنحرك بالايد وبنخفقها شفاف. اسا بدنا ننتقل للمرحلة الثانية. في عنا البسكوت اللي شرحت لكم عنه قبل، لسان القط، بدنا نغطه بالحليب مع النسكافيه ونحطه بقلب الصينية اللي بدنا نشتغل فيها. بدنا نغط البسكوت بالنسكافيه مش كتير، لتانية واحدة او لتانيتين، وبنحطه بقلب الصينية. نقدر نشتغل على طريقة تانية انه نعمل الوصفة بصينية مدورة. اسا بنكمل نغط البسكوت بالحليب وبنحطه بالصينية لحد ما نعمل القاعدة الاولى. الكعكة فيها كتير بسكوت وفيها كتير طبقات، احنا بنتحكم بهاي الطبقات، نقدر نعملها قديش بدنا طبقات، نقدر نعملها بالارتفاع اللي بدنا اياه. انا اخترت اعملها بالبايركس علشان اقسمها شقف صغيرة. ممكن نعملها بصينية مدورة ونقسمها شقف كبيرة، كل واحد شو بحب. اسا بدنا نزيد الخلطة الاولى على البسكوت بعد ما حطيناه بالصينية بهذا الشكل. بنزيد الكريمة بشكل عشوائي وبنفردها شوي شوي. بنترك كمان كمية للطبقة اللي بتضل. بنغطي البسكوت كله من كل الجهات، بنخليش البسكوت يبين. اذا بين من هون معلش، اما من فوق بلاش يبين، علشان بدنا نغط البسكوت كمان مرة للطبقة الثانية ونحطه، لانه اذا بيكون في فراغات راح يفوت كمان مرة حليب على البسكوت اللي تحت وراح يدوب ويخرب. احنا بدناش اياه يدوب، بدنا يضل جامد، يكون طري شوي عشان نقسم بسهولة. بنكرر اسا عملية البسكوت، بنغطه بالحليب وبنحط كمان طبقة. برعاية شبكة كينغستون المشهداوي، شركة عصير أبو شقرة، قهوة الباشا، مخللات عدن، وملحمة الأفندي كارم عواودي. بنحط باقي مقادير الكريمة بعد ما حطينا البسكوت وسكرنا كل الفراغات. اذا بكون في عنا فراغات بالكعكة خربت، بدكم تحافظوا على هذا الاشي، انه ممنوع يكون بالكعكة ولا اي فراغ. هيك صارت الطبقة الأخيرة جاهزة، بس بضل نبرش الشوكولاتة للزينة. بتخلوا الكعكة بعفويتها، فيش حاجة نقعد نساوي فيها علشان تكون مستوية، خليها بعفويتها لأنه هاي الكعكة هي هيك. من ناحية منظرها الشوكولاتة راح تخلي المنظر كتير حلو. هيك صارت جاهزة الوصفة. بنرش عليها رشة نسكافيه،
بتكون كعكة التراميسو جاهزة، طلعناها من البراد. للحصول على وصفتنا وعلى كل وصفاتنا ما تنسوش بتفوتوا على موقع مطبخنا www.matbakhna.com، وتنسوش كمان تعملوا لايك على صفحة مطبخنا على الفيسبوك علشان يوصلكوا كل جديد. صحتين، أهلا وسهلا زوارنا.